مساء الفل، معاكم حليم من قناة حليم بتاع الكورة. النهارده إن شاء الله هنقدم فقرة إخبارية بما إن في بعض موضوعات حديثة على الساحة. أنتوا زي ما إحنا عارفين إحنا ملناش فقرات ثابتة، إحنا بنطلع لما يكون في موضوع يستحق إن إحنا نناقشه سواء على المستوى الخبري أو على المستوى التحليلي. فإن شاء الله يشرفنا التواجد معاكم النهارده، لكن برضه حابب أشكر في البداية التفاعل العظيم اللي تم على فيديو امبارح. بصراحة يعني ردود أفعال غير متوقعة تماما، يعني عدد المشاهدات تقريبا في نفس رينج عدد المتابعات، وده إن دل فهو بيدل إن شاء الله كل المحتوى بتاعنا واصل لكل متابعينا، وكل متابعينا إلى حد ما عندهم ثقة في المنتج اللي بتقدم وفي المحتوى اللي بيتقال. أشكركم طبعا على ثقتكم الغالية، وده يعني بيحط على أكتافنا حمل كبير إن إحنا نقدم جودة أعلى ومحتوى أفضل إن شاء الله يليق بحضراتكم. النهارده هنناقش بعض الموضوعات، هنتكلم على طبعا آخر تحديثات في قضية بوبينزا. هنتكلم أيضا على قصة المنشطات اللي بيتم تداولها مؤخرا، وهنتكلم أيضا عن تصريحات بعض مسؤولي الأهلي، وهنختم موضوعاتنا النهارده بتصريحات الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك والناطق باسم مجلس إدارة الزمالك. بس في البداية لو حضرتك مش مشترك في القناة يشرفنا اشتراك حضرتك. لو حضرتك معجب بالمحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تدعمنا بلايك. لو عندك أي تساؤل أو أي اعتراض عن أي حاجة احنا بنقدمها يا ريت تتفاعل معنا في الكومنتات. كومنتاتكم ولايكاتكم تفرق معنا جدا، بتزود ترشيحاتنا في مجتمع اليوتيوب لكل العيلة الزملكاوية، وإن شاء الله نكبر أكبر وأكبر بيكم. احنا الحمد لله يعني لينا شهرين وفي تصاعد وفي جروس كده معاكم على طول. أول موضوع بخصوص بوبينزا. الأول نقرأ بعض العناوين علشان برضو نعلق على الموضوع بشكل مختلف. هنتكلم عن أول تصريح بيتكلم إن رابط بوخارست فيفا منحنا الضوء الأخضر لقيد أرون بوبينزا. ده تصريح من أحد المواقع الإخبارية المصرية. تصريح آخر بيقول البطاقة الدولية ليست أساس نزاعنا مع بوبينزا والشكوى مستمر. ده تصريح من نادي الزمالك. تصريح آخر لماريوس سوموديكا اللي هو المدير الفني لنادي رابط بوخارست الروماني، بيتكلم إنه انتهى الأمر حبيبي لقد أنهينا كل شيء. ده طبعا يعني تحسه تصريح كيدي شوية. هو في بداية الأمر إحنا برضو عاوزين نتكلم، وهنا أنا هتكلم عن محتوى رياضي قضائي إداري يعني للأسف الواحد علشان يتابع الزمالك ويكون ملم بكل الأخبار لازم يبقى عنده خلفية كبيرة في النواحي القضائية، في النواحي اللائحية، في النواحي الإدارية، في النواحي الفنية، في النواحي الرياضية، في نواحي كثر. يعني حتى كنا بنغطي انتخابات والله، وكنا بنذاكر انتخابات علشان برضو نقدم معلومة الناس تستفيد منها. طيب هو لائحيا ايه وضع بوبينزا بالنسبة لنادي الزمالك؟ والكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده على مسؤوليتي انا الشخصية، انت فاهمني؟ يعني الكلام اللي بيكون نقلا عن حد هقول لك نقلا، والكلام اللي انا مش متاكد منه او مش واثق فيه هقول لك مش واثق فيه، والكلام اللي على مسؤوليتي هقول لك على مسؤوليتي. فالكلام القادم ده على مسؤوليتي. وبنزا وقع عقد اتفاقيه مع نادي الزمالك، دي معلومه الجميع يعلمها تمام. بوبنزا لم يوقع عقود رسميه مع نادي الزمالك، دي برضو معلومه نعلمها جميعا. بموجب هذا العقد المبرم بين الزمالك وبين اللاعب اللي هو عقد الاتفاقيه بيسموه جوب اوفر، تمام. الزمالك تسنى له الحصول على البطاقة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني الزمالك أرسل للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي أرسل لنادي الأمريكي اللي كان بيلعب فيه لاعبنا بوبينزا، تمام. ثم تم إرسال البطاقة من الاتحاد الأمريكي للاتحاد المصري لكرة القدم، تمام. اللاعب لم يأتي إلى القاهرة ولم يتمم اتفاق، وتوجه إلى رومانيا ووقع مع نادي رابط بوخارست. طبعا الأحداث التي قتلت بحثا الأيام الماضية يعني. وقع مع نادي رابط بوخارست، النادي قام بدوره الطبيعي وأرسل إلى نادي الزمالك يطلب منه البطاقة الدولية. فالاتحاد المصري رفض إرسال البطاقة الدولية للاعب، تمام. وقال لهم هذا اللاعب مقيد عندنا على التي ام اس او على الموقع ان هو تابع لنادي الزمالك، مش مقيد في قوائم الفريق المحليه او الافريقيه، لكنه على قائمه النادي الاساسيه والنادي يملك بطاقته، تمام. فالنادي الروماني لما لقى هذا الامر بدا يراسل الاتحاد الدولي. الزمالك ايضا حسب ما علمنا ان هو تقدم بشكوى قويه جدا في الاتحاد الدولي ورصد كل الحاله، وان النادي الروماني تواطأ مع اللاعب وما حضرش القاهره في الموعد وما تممش التعاقد بتاعه. واحنا معانا ما يفيد بان اللاعب موافق على
اتفاقيه التعاقد اللي بيننا. تمام. فالاتحاد الدولي كان رده على نادي الزمالك ان طيب ادونا فرصه نبث في الامر، تماما كما حدث في قضيه كهرباء، تماما كما حدث في قضيه حسام اشرف. عادي جدا. يعني انا دلوقتي بقول للفيفا انا معايا التوقيع بتاع اللاعب. النادي الجديد الذي يحمل عقود اللاعب اللي هو النادي الروماني ارسل شكوى، تمام، ان هو مش عارف يحصل على البطاقه الدوليه للاعب. تمام. يعني انت بتقول للاتحاد الدولي انا معايا البطاقه ومعايا التوقيع، والتاني بيقول له لا يا باشا انا ما وقعتش وما عملتش. تمام. فهنا الاتحاد الدولي محتاج يفاليديت، يعني محتاج يحقق في الامر، محتاج يتقصى الحقائق، محتاج يشوف هذا توقيع اللعيب ده فعلا ولا مزور. طب هو فعلا ماضي مع بنود تعاقديه تخلي الزمالك يمتلك حقه، ولا هناك ثغرات في عقده ممكن اللاعب يطعن عليها ويبقى الزمالك ملوش اي حق. تمام. فاذا الموضوع فيه كلام كتير، لذلك القضايا دي بتقعد بالسنه وبالسنتين. واحد يجي يقول لي ايه، طب انت دلوقتي استشهدت بقضيه كهرباء، طب ده كهرباء كان موقع عقد مع نادي الزمالك، تمام، لكن ده ما وقعش عقد، ده مجرد اتفاقيه عمل. هنا هروح لحضرتك لقصه حسام اشرف. حسام اشرف كان لاعب غير مقيد مع نادي الزمالك، يعني هو كان في مرحله عمريه والمرحله العمريه دي انتهت فما ارتبطش بعقد مع نادي الزمالك. راح وقع مع اكاديميه كاميرونيه، اكاديميه، مجرد اكاديميه، يعني ما هواش حتى هنقول نادي معترف بيه ولا حاجه. تمام. الزمالك علم انه تواصل مع الاكاديميه الكاميرونيه دي، هو وقع مع الاكاديميه الكاميرونيه دي بالايميل، نفس الوضع. يعني هو ولا راح الكاميرون ولا اتدرب معاهم ولا يعرف حتى الاكاديميه الكاميرونيه دي بيطرح لها من انهي ناحيه. هو كل ما في الامر ان الولد وقع معاهم على الايميل برضه، نفس القصه بالظبط بتاعت بوبنزا. تمام. الزمالك عندما علم بهذا الامر قال له يا ابني لا اكاديميه ايه وبتاع ايه، طبعا بسبب ان الناس اللي كانت قائمه على هذا الملف ما كانتش على وعي كامل او على ادراك كامل. تمام. قالوا له يا عم ايه يعني اتفاقيه عمل دي، كبر دماغك تعالى اما نعمل لك عقد. عملوا له عقد ووقعوا معاه عقد. قامت الاكاديميه الكاميرونيه رفعت على الزمالك قضيه، ازاي هذا اللاعب وهذا النادي يخترقا اتفاقيه العمل اللي بيني وبين هذا اللاعب. القضيه برضو راحت وجت والمجلس اتجمد وحصل ورحنا وجينا، تمام، لحد ما جت اللجنه المعينه بقياده حسين لبيب في وقتها. تمام. وكانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجه اولا ايقاف حسام اشرف 6 شهور. ثانيا ايقاف نادي الزمالك عن القيد لمده فترتين. ثالثا توقيع غرامه ماليه على نادي الزمالك قيمتها 4 مليون دولار. ال 4 مليون دولار دولت كانوا مطالب الاكاديميه الكاميرونيه لدى الاتحاد الدولي. فطبعا لما الزمالك طعن على المبلغ وقال لهم لا والولد ده ناشئ وما يساويش القيمه ديت والولد ده كان عقده صغير وكذا وكذا، فالاتحاد الدولي في مرحله الاستئناف قلص العقوبه من 4 مليون ل 200,000. واحد يستغرب ازاي من 4 ل 200 مره واحده كده؟ لا، ما هو الحكم الابتدائي ده بيكون حكم يعني زي ما تقول ايه الشق المستعجل. بعد كده بقى حضرتك بتستأنف وبتاع، عشان كده القصص بتطول تقعد لها سنتين وثلاثه. انت عندك كهرباء هربة في 2019، انت حصلت غرامته في 2024، يعني بعد 5 سنين. ده اقل واجب. برضه نفس الوضع بالنسبه لحسام اشرف. طب هل الزمالك لما سدد ال 200,000 دولار بتاعه الغرامه قدر يرفع نفسه القيد؟ قال لك لا، لان ده بيقول لك ايه سلوك غير رياضي. يعني انت مش قصه ان انت متاخر عن دفع مستحقات بتاع لعيب فمجرد ما تدفعها هترفع القيد عنك. لا، هو بيقول لك انت كده بتخترق اللوائح الرياضيه، ان انت بتتعاقد مع لاعب على ذمه نادي اخر. تمام. ده من وجهه نظر الاتحاد الدولي ان ده يعني نقض للعهود والوعود. فالقصه راحه وجايه. الاتحاد الدولي استخرج بطاقه مؤقته لارون بوبنزا عشان يمشي حاله ويقدر يشتغل. ودايما هنا اللوائح والقوانين بتقف في صف اللاعب اكتر من الانديه، فيقول لك طب يا ابني خد بطاقه وروح العب لك شويه ومشي حالك عبال ايه ما نبت في هذا الامر. بس هذا كل ما في الامر. الناس النهارده محسسانا ان احنا بنسمع عن حاجه غريبه او حاجه اول مره نسمع عنها. اللي بيحصل ده هو طبيعي جدا. كما استخرج كهرباء بطاقه مؤقته ولعب بها، كما استخرج حسام اشرف بطاقه مؤقته ولعب بها، تمام، ايضا بوبنزا هيستخرج بطاقه مؤقته ويلعب بيها لحد ما نبت. هل بقى الزمالك موقفه قوي موقفه ضعيف؟ حسب المعلن وحسب اللي انا افهمه ان الزمالك لا موقفه قوي.
وان الزمالك هيورط اللاعب في مبلغ جامد وهيوقف اللاعب وهيوقف النادي. بس الكلام ده في حاله ايه؟ ان كانت العقود المبرمه بين اللاعب والزمالك او اتفاقيه العمل دي ما تخرش الميه، ما يكونش فيها ثغرات، ما يكونش فيها بنود يعني مجحفه. زي فكره ايه؟ ان النادي مثلا من حقه ان هو يفسخ من طرف واحد في حال مثلا اللاعب ده جه متاخر عن التمرين، ده بند مجحف. زي قصه مثلا ايه؟ ان اللاعب ده لا يحق له الانتقال في مصر الا لنادي الزمالك، ده بند مجحف من وجهه نظر الاتحاد الدولي. ده في بنود كده، دي بيسموها ثغرات. فاذا كانت البنود عاديه وكانت كلير وكانت واضحه وكانت بتتماشى مع قواعد الاتحاد الدولي، خلاص الزمالك موقفه 1000%. 1000%. وما تصدقش اي حد تاني يقول لك كلام غير ده. مش عشان انا راجل بقى مصدر اخباري ولا مصدر، لا، انا مش قصه ان انا مصدر، انا قصه اني الواحد ملم بهذا الامر جدا. وقصه ان احنا فعلا في قضيه حسام اشرف دي، يعني طبعا ما كانش عندي يوتيوب وقتها، بس احنا استقصينا وبحثنا كثيرا جدا في هذا الامر، والممنا بكل القصه وجبنا خبراء لوائح واتكلمنا معاهم والمنا بعديد من التفاصيل ودرسنا حالات في اوروبا مشابهه وغيره. يعني ما شاء الله الواحد بيحضر رسائل دكتوراه يا جماعه في الاوضاع بتاعت الزمالك دي. فانا بقول لك اهو، خدها على عهدتي. الزمالك لو عقده ما يخرش الميه هياخد حقه تالت ومتلت غصب عن عين اي حد. طيب لو في اي بنود مجحفه ممكن الزمالك هو اللي يتضرر، ممكن الزمالك هو اللي يتضرر واللاعب يطلع منها بريء لو كان العقد فيه اي بنود مش مظبوطه. ننتقل الى الخبر الاخر وهو خبر يعني مضحك شويه. قصه المنشطات، وتم ترديد كده بعد بقى الكلام زي ايه؟ اصل في منشطات واصل لعيبه الزمالك واخده منشطات. واحد امبارح قال لي ده محمد صبحي هو اللي واخد المنشطات. واحد تاني قال لي ده بنتايج او بدات المواقع تتداول اسم بنتايج. البعض الاخر يعني قال لك ده عبد الله السعيد. يعني اللي بيفبرك الخبر عنده حرفيه برضه، راح شاف كده العيال الجرايه الحلوه وقام ايه كاتبهم. صبحي مثلا علشان غاب عن المباراه فبس قال لك ده منشطات، شو قال لك اصل بنتايج عشان قدم جيم جامد، شو قال لك اصل عبد الله السعيد لان عبد الله السعيد عنده 40 سنه، مفيش حد عنده 40 سنه بيقدم الاداء اللي هو قدمه ده. بصراحه احنا لما بحثنا، تمام، لنا احد اصدقاء في الكاف وابلغني قال لي حليم للاسف فعلا تم ثبوت تعاطي احد لاعبي الزمالك المنشطات في تلك المباراه، والتحليل العينه جاءت ايجابيه لما تم ارسالها للمعامل الاتحاد الدولي في برشلونه. كانت العينه الايجابيه للاعب ناصر منسي وكان متعاطي فياجرا، تمام كده، وده سبب طبعا في تحليل الدم بتاعه. والدليل انه هاجا وماجا في الدقيقه 74 وعملوا اختبار حمل للدفاع الاهلاوي وقتها فعلا وجدوا انه يعني حامل في الشهر الاول طبعا، وكمان 9 شهور هيتم نسب الجنين لناصر منسي على اساس ان هو والد الطفل يعني. فكلام مضحك جدا. يعني انا استخدمت اسلوب السخريه لان بصراحه العباره كده الكلام بيضحك جدا يا جماعه. يعني اولا عينه ايه اللي بيتم اكتشافها بعد اسبوع واسبوعين دي؟ يعني انا مش قادر افهم. يعني ده انت كده اخليت بكل حاجه. العينات يا جماعه دي بتجيب نتائج سريعه جدا، ده اول نقطه. ولما بتكون في عينه ايجابيه اولانيه بيتم اعاده التحليل للاعب مره اخرى عشان يتاكدوا، لان كنا في القصه بتاعت رمضان صبحي وضحنا ان جاءت العينه الاولى للاعب ايجابيه، ده بسبب ان هو ما كانتش مطابقه للمواصفات. يعني ايه ما كانتش مطابقه للمواصفات؟ يعني نسبه المياه في العينه اكتر من نسبه البول، فدي اسمها عينه غير مطابقه. لابد يكون في نسبه معينه للبول فيرسس الميه في العينه. لما النسب بتختل ما بتبقاش عينه دقيقه فبيعاد توقيع التحليل تاني. في ناس كتير بدات تجتهد، طبعا معظم الاجتهادات هتروح ناحيه الزمالك لان الزمالك كالعاده هو الحيطه المايله، ولان الزمالك هو اللي كسب ولانه هو اللي هاج وهو اللي ماج، تمام كده. النهارده سمعنا خالد الغندور ده بيقول لك لا ده لعيب من الاهلي، وشويه سمعنا بقى قصص ثانيه يقول لك ايه اصل ده في لعيب واخد اذن من الطبيب وواخد مش عارف ايه. بص يا باشا من الاخر، لو حد عنده معلومه كامله هيطلع يرزعها في وشك وعلى مسؤوليتي واللاعب الفلان وخلصنا، خاصه لو موقع كبير او جريده كبيره او قناه كبيره او برنامج كبير او مقدم كبير، تمام. لكن انت في واقع الامر يقول لك ايه الحق ده هاني حتحوت قال، تخش عند هاني ما تلاقيش حد قال حاجه.
الحق ده مش عارف ده خالد الغندور بيلمح. طب وانت بتلمح ليه يا عم خالد؟ ما انت لو عندك المعلومه يا ابني ما تروح تقولها وخلاص، انتوا واجعين دماغنا ليه معاكم؟ تمام. الحق اصل الصحفي عبد الستار صمد اللي مش عارف بيشتغل في جريده تحت السلم هو اللي قال. يا جماعه مش كده، يعني هكذا لا تدار الامور. مفيش اي اعلامي او اي قناه او اي موقع او اي جريده تجرؤ ان هي تزج باسم لاعب، تمام، او باسم لاعب ينتمي الى نادي، الا لو متاكد مليون في الميه، لان ده ممكن يسبب لهم مشاكل ضخمه، لان انت كده بتخوض في سمعه هذا اللاعب بدون تقصي الحقيقه. عشان كده هتلاقي الكلام كله ايه؟ تلميحات. اصل مش عارف انباء ماذا سيحدث اذا تم ثبوت ايجابيه عينه احد لاعبي الزمالك. هل سيتم سحب السوبر ام سيتم ان الاهلي ياخدوا لفه ويرجعوا الزمالك تاني؟ هل يا ترى لو واحد طلع عنده عينه ايجابيه، هل يا ترى مثلا هناخد السوبر من الزمالك ونديه مثلا للاهلي، ولا هنعيد الماتش، ولا هنلعب قرعه ونلعب طص واللي يكسب هو اللي ياخد الكاس؟ يعني هو ده الاعلام في بلدنا. هل انت بتاخد معلومه دقيقه؟ هل انت بتاخد معلومه حقيقيه؟ ما بتاخدش. تمام، كله كلام هميوني. فيطلع واحد تاني يقول لك ده ثبوت عينه لعيب من الاهلي، واحد تالت يقول لك اصل مش عارف محمد صبحي يا جماعه الامور ما بتمشيش كده. الامور ما بتمشيش كده. اللي عنده معلومه يطلع يوضحها بوضوح شديد عشان نقدر نقيم ونشوف بقى العينات ونشوف التحاليل وكذا وكذا وكذا. تمام. هو لما احمد فتوح يعني ربنا يفك ضيقه، لما مرتضى طلع اتهمه بهذا الشأن، تمام، وما تمش اثبات الواقعه، كان ايه الوضع؟ يعني لو ان مرتضى ما كانش رئيس النادي اللي بيلعب فيه فتوح كان حصلت له مشاكل ضخمه. تمام. فلا بد من تقصي الحقائق في هذه الامور. انا عارف ان الدوده شغاله، وعارف ان ناصر منسي كركب الدنيا، وعارف ان حاله الهياج والمياج عامله مشاكل جامده قوي، وعارف برضو ان الزملكاويه رخموا قوي في الاحتفالات وتقلوا قوي في الاحتفالات وزاطوا. انا عارف كل الكلام ده، بس ده ما يخليناش ان احنا نطلع نتهم بقى ايه، اصل طلع لك قطط فاطسه قبل كده وقال لك اصل في 94 مش عارف الحكم بطرس متابيلا ده مرات اخوه كانت بتشتري لبن من جارتهم، فمش عارف ايه اللي حصل ووقع عليهم العماره من الدور السابع، وبعدين راحوا قابلوا في المغرب 5 سحره، اللي هو الحواديت بيدخلك بقى يا ابني احنا مالنا ومال القصص دي. هل الحكم ده ظلم الاهلي او جامل الزمالك في المباراه؟ ما يعرفش. يقول لك اصل طرد محمد يوسف. محمد يوسف ده المفروض يعني كان ياخد سجن مش طرد، في حاله الطرد اللي هو خدها في سوبر 94. السوبر ده بقى يعني مش لاقي له حجه. هيقول ايه؟ هيقول لك اصل احنا حظنا وحش. ما انت ما ضيعتش حتى فرص. هيقول لك الحكم ظلمنا. ده الحكم ظلم الزمالك يا باشا، مش ظلمنا احنا. تمام. هيقول لك ايه طيب؟ يعني اديني حجه. يقول لك الزمالك مثلا كسب بالزور. زور ايه؟ زور ايه؟ ده احنا طلع علينا هو مش لاقي حجه، فيطلع بقى ايه؟ ايوه وثبوت تحليل المنشطات عشان بقى كمان 10 سنين ولا كمان 30 سنه كده يقول لك ايه؟ وقتها لما كان في منشطات عند اللعيب الزملكاوي وتم الترمخه عليها واحنا فاكرينكم، يبقى في سوبر 94 الحكم بطرس متابيلا مراته كانت حامل، وفي 24 بنتايج كان عينته ايجابيه وقصص. بص حواديت. النادي ده ما بيخسرش خساره طبيعيه، لازم يبقى فيه ما ورائيات ويكون فيه مؤامرات كوكبيه بتحيل دون مكسبه. الكره الفاسيه، الطباخ ما جاش اصلي حطوا لنا مش عارف ايه سم في الاكل، والساعه البيولوجيه، والكره مهويه، ومش عارف ايه اللي حصل، واصل الشناوي مطلق من 3 شهور. بص قصص. يعني ما تقول يا عم كنا وحشين وخلاص وتريح دماغنا. انت مش قادر تستحمل ضغط جمهورك عليك اللي مش قادر يفوق من صدمه الهزيمه حتى الان، فبتخترع الاختراعات دي. على اثر الاختراعات دي هننتقل للموضوع الثالث، وقصه الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. انا مش عارف بصراحه الكلمه فيها ايه. يعني ما تقول يا عم، ما تقول براحتك. يعني انا مش قادر افهم. هو انا لما اجي اقول ابني اذكى طفل في مصر، طب هو احنا لو عملنا قياسات فعلا ذهنيه هيطلع ابني اذكى واحد؟ اكيد ممكن ما يبقاش اذكى واحد. تمام. بس انا في نظري ان ابني ده هو اذكى واحد في مصر. تمام. ايه المشكله؟ العلاقات بين اللاعبين او بين المشجعين وبين الاداريين وانديتهم بتبقى علاقات بتخش فيها العاطفه. اصل احنا مش في بيزنس، احنا في كوره. الكوره دي عاطفه. ليه بتحب الزمالك؟ أنا ما عنديش اجابه. يعني بنحبه وخلاص. تمام. ما فيش اجابه واضحه. يعني ما اقدرش اعمل لك سرديه كامله اقول لك فيها لماذا نحب الزمالك. بنحبه بالعاطفه. تمام كده. فما فيش اي علاقه بتحكمها العاطفه هتبقى انت في كل لفظ هتقعد تحاسبني عليه. يا باشا الزمالك اكبر قلعه رياضيه
واكبر من اي حد. يا عم انا حر يا عم، يا عم التشريكي ما في غيرك قال لك مش عارف، ده احنا لقينا برديات من ايام الفراعنه كانوا اهلاويه وعدت. طب انت زعلان ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ ده في غيرك بيقول احنا اكبر نادي في الكوكب، احنا اعظم نادي في الكون، يعني الكون بقى كله ده اعظم نادي فيه، وعادي محدش يعني ايه طلع قلل منك او تريق عنك. وفي الحقيقه يعني كنت كتبت في هذا الامر، الاهلي ده يعني نادي صرمه شويه، او الناس اللي هم قائمين عليه، يعني فكره التقليد الاعمى. يعني مثلا حته ان الزمالك لقب القرن هم سرقوه، احنا ممكن بقى نبقى نعمل حلقه كامله عن قصه القرن دي، تمام. بعد كده دخل في قصه ايه، لما مثلا يجي يقول لك الزمالك الاكثر تتويجا بالالقاب الجماعيه في مصر، تمام. ده كان لقب حقيقي لنادي الزمالك. لما تيجي تحسب القاب القدم والطايره والسله واليد، تمام كده، هتجد ان مجموعهم اكبر من مجموع العاب الاهلي رجال، تمام. يوم بقى يعمل لك ايه؟ قام مخترع لك فرق نسائيه، عمل لك فرقه نسائيه في اليد وفرقه نسائيه في السله، تمام. وبقى يخش بيقول لك كانوا بياخدوا 4 القاب افريقيا في السنه، بيخشوا كام من منافسات كده. يعني ممكن نقابل مثلا فريق كده تحت السلم وناخد، والكسبان من الماتش بياخد بطوله، انت فاهمني، عشان يزود القاب في الالعاب النسائيه دي، وفي الاخر خالص يقوم مجمع الالعاب النسائيه مع العاب الرجاله، عشان يجي في الاخر خالص يوصل لايه؟ ان الاهلي هو الاكثر تتويجا بالالقاب الجماعيه في مصر. طب ليه؟ يعني انت عندك حاجات كتيره على فكره تقدر تشتغل عليها بشكل افضل. يعني هو مثلا، ما هو الاهلي الاكثر تتويجا بالدوري المصري، هي دي معلومه احنا هنزود عليه فيها. طب ما هو الاكثر تتويجا بالكاس، ما هو الاكثر تتويجا بدوري ابطال افريقيا، هي دي معلومه مثلا احنا نقدر نعلي عليها. ما تستثمر بقى في النقاط دي. ليه لما غيرك بيقول على نفسه حاجه انت بتزعل؟ ماشي. فالزمالك مثلا هو اول فريق في مصر كسب الديربي، ده تاريخ. هو كسب الاهلي في اول ماتش جماعه، يعني الاهلي ما كسبوه، فيقوم يقول لك ايه؟ الاهلي اول فرقه كسبت في الديربي في مصر بس في الكره النسائيه. ماشي، تقليد اعمى، تمام. يجي مثلا يقول لك ايه، الزمالك كان له هدف كبير في التسعينات، يقول لك ايه؟ يقول لك ايه كده كده يا زمالك نكسب نادي الجزيره، عامل فيها بطل هو بتاع بليله، تمام. لفت الايام وبتاع، قال لك ايه؟ كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره عامل فيها. طب ليه الهتاف بتاعي؟ يا عم ما تقول اي حاجه تانية، ماشي. ما تقول اي حاجه تانية، ما تقول مثلا الاهلي عمهم وحارس دمهم، زي ما بيب اهلي، قول الحاجات دي. دي الحاجات الكرياتيفيتي والابتكار عندك عند الحاجات دي، ما تقول الحاجات دي، تمام. الاهلي في كل حته عمال يجيب اجوان مثلا، تمام. زي مثلا سعد الصغير كده، بحبك يا حمار، قول بحبك يا اهلي مثلا. كلام عجيب وكلام غريب. يعني في مفارقات كتير جدا والله. مثلا فريرا اول لما جه، جده فريرا، لا بقى جده موسيماني، وبعدين جده كله، خلاص كل الناس بقت اجداد. يا عم ما تسميه اي، ما تقول خالي مثلا، ما تقول جوز امي، تمام. ليه جد؟ يعني ليه نفس اللقب اللي الزمالك هو بيستخدمه؟ يعني انت فاهمني. مثلا ايه، الزمالك نقول اكبر قلعه رياضيه في مصر. طب هل الكلام ده له سند؟ ايوه له سند. اولا اللقب ده على الزمالك من السبعينات، يعني مش حسين لبيب هو اللي مخترعه ولا حاجه، تمام. من السبعينات. ليه هو اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ يعني ايه قلعه رياضيه؟ قلعه دي يعني مكان فيه رياضه، تمام، في رياضات كتيره، تمام. قلاع الرياضه قلعه رياضيه، يعني قلعه كبيره فيها العديد من الرياضات. مجموع الالعاب اللي في نادي الزمالك اكتر من مجموع العاب اي نادي في مصر. الزمالك عنده 23 لعبه، تمام، غير بقى الالعاب المستحدثه. يعني نتكلم في 23 لعبه استابليشد، يعني قديمه في النادي. الاهلي عنده العاب اقل، دي حاجه عيبه؟ دي كلمه قبيحه؟ عادي يا عم. احنا اصلا كنا هنا في القناه من قيمه شهر ولا حاجه كنا بالنادي بتقليص عدد الالعاب في الزمالك، يعني عادي. فالراجل طلع قال لك احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر نسبه الى ان هو عنده لعبات كده. ازاي بقى؟ ازاي؟ لقد كفر بقى. ازاي يقول كده؟ لا ده انتوا اكبر قلعه في مصر، لا ده احنا اكبر قلعه في افريقيا. ومش بس كده، ده احنا معانا 9 برونزيه كاس عالم و630 الف دوري ابطال افريقيا ومش عارف. وقابلنا السفيره عزيزه في سنه 99 في لقاء مش عارف ايه في طهور بنت خالد مش عارف مين. النادي الاهلي متوج مش عارف. يا عم انت ايه يا عم؟ ما تهدى على نفسك شويه يا عم. ما تروق على حالك كده وخد نفسك، تمام. احنا بنقول قلعه رياضيه وعنده لعبات كتير وبتاع، يعني احنا بنتكلم في نقطه معينه. ليه كل حاجه فكره ان انت ايه بتعلي عليا؟ ماشي. لا برضو الزمالك كان له شعار زمان يقول لك ايه؟ زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. ازاي تقول كده؟ قام قال لك بقى ايه؟ الاهلي يا كليه لعب وفن ورجوليه، اللي هو ايه؟ زمالك يا مدرسه، فالاهلي بقى كليه بقى. يعني انت مدرسه احنا كليه يا ابني، ولعب وفن ورجوليه. يعني شوف
شوف قد ايه يعني شعار بضين وشعار سمج وشعار سخيف. تمام، ايه لعب فني ورجوليه؟ ايه رجوليه دي؟ يعني كلمه سخيفه واهل الكليه ومش عارف كليه ايه. انت فاهمني؟ كليه ايه وبتاع كليه وانت تدخن يا حبيبي. اي كلام اي كلام بيتقال وبتاع. ليه يا جماعه كل ده؟ علشان خاطر الزمالك كسب السوبر الافريقي. اوعى تصدق حاجه ثانيه. احنا بنلهي الناس عن اي حاجه بعيدا عن السوبر الافريقي. هنخش تحدي مين اجمد قلعه رياضيه في مصر. بعد بكره هنخش تحدي مين اجمد فرقه بتكسب الساعه 5 الا تلت. تمام، زي فكره كده قال لك ايه، الزمالك ما كسبش الاهلي في الدور الاول من 20 سنه. ممكن بعد كده يطلع لك احصائيه. طبعا الحاجات دي بتبقى مصدرها بقى الناس اللي هي ايه، للاسف متصدره المشهد دلوقتي زي خالد طلعت وخلافه. يقول لك ايه، الاهلي اول فرقه كسبت في وجود الحكم جهاد جريشه الساعه 5 الا تلت في ملعب مش عارف مين. دي كده احصائيه. ماشي، الزمالك في 5 مباريات ما لعبش فيهم شيكابالا كسب ب3 ضربات راس، لكن لما بيلعب شيكابالا بيكسب بالودن. ده الاحصاء الرياضي. ده الاحصاء الرياضي. المفروض اصلا اللي بيجي يحصي حاجه ده بيثبت كل الفاكتورز وبيحط متغير واحد بس. تمام، يبقى انا مثلا اقول اكثر الفرق تتويجا بدوري ابطال افريقيا، يبقى اذا المتغير واحد وهو البطل الاهلي. ماشي، لكن ما ينفعش اقول اكثر فرقه كسبت الساعه 4 في ملعب الخماسي في مختار التتش في القرن ال30 لما مش عارف مين اللي مات. انت بتحط متغيرات كتير قوي في المعادله عشان تطلع بالاسم اللي انت عايز توصل له. انت فاهم؟ دي نفس القصه كده بتاعت حساب لقب القرن. يعني قال لك ايه؟ قال لك لقب القرن البطل دوري الابطال زي بطل كاس الكؤوس. ازاي؟ لا هي كده، احنا هنحسبها كده. تمام، اصل ما فيش حاجه اسمها افرو اسيوي. اصل احنا هنحسب الدور الخارج من دور ربع النهائي ياخد له بونت، والنص النهائي 2 بونت، ومش عارف النهائي 3 بونت، والبطل 4 بونت ولا 5 بونت. على اساس ايه؟ على اساس ايه اديت ده بونت؟ طب ليه ما خدش 2؟ ليه ما خدش 5 مثلا؟ اللي هو ايه، عايز يوصلك لمعادله في الاخر ان السبعه اكبر من 9. يعني هو في حاجه منطقيه جدا، هو الخط العريض ان احنا بنقول ان التسعه اكبر من 7 يا جماعه، فهو لفها لفه جاتوه كده. شوف في الاخر يوصلك ان مستحيل تكون التسعه اكبر من 7، لا ده السبعه هي اللي اكبر من 9. تمام، فهي نفس النظريه كده. الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر علشان خاطر هو عنده عدد لعبات اكتر. لا، ازاي تقول كده؟ مش قادر افهم بصراحه. معانا تصريحات للاستاذ ضماطي اللي هو دومتي. خلي بالك هو دومتي منافس في للزمالك في اكتر من نقطه، برضه حبيت انوه ان دومتي منافس لان هو عضو مجلس اداره النادي المنافس، ولان هو كمان منافس لهاني بيرزي في المنتجات الغذائيه. فوجب برضه التنويه في هذا الامر يعني. اول تصريح للاستاذ الضماطي بيقول لك سبب ظهوري الوحيد هو شعوري بالمسؤوليه للحديث دون التنسيق مع احد عن حاجتنا الى ان نغلق على انفسنا لمده 20 يوما سنخوض خلالهم بطولتين هما السوبر المصري ومباراه العين الاماراتي. طبعا يعني في محاوله لتصدير فكره ان السوبر المصري موازي للسوبر الافريقي. يعني احنا هنلعب السوبر المصري وان شاء الله هنعمل حلقات تحليل وهنديها اهميه هذه البطوله وهنتكلم وهنعمل، بس احنا لازم نكون متفقين كده على خط عريض ان السوبر الافريقي ده بيتلعب مره كل قرن، السوبر المصري ده بيتلعب كل سنه. تمام، علشان برضو ايه، عايز تنسب يبقى السوبر الافريقي قد السوبر المصري 100 مره. ماشي، عايزين نوصل للاتفاقيه دي عشان في ناس بدات تصدر لك ان السوبر المصري مهم زي السوبر الافريقي. لا، احنا هنلعب وهنكافح وان شاء الله هنتكلم ان الزمالك ازاي الزمالك يكسب وان شاء الله نكسب، والزمالك قادر باذن الله ان هو يقرر انجازه مره ثانيه. مفيش مشكله في كل هذا الكلام، بس لازم كلنا نبقى عارفين ان ده مش زي ده عشان ما يوصلكش الكونسبت ده. يعني بيتكلم بقى بيقول لك اتمنى وجود مبادره بهاشتاج 20 يوما الاهلي فوق الجميع مثل هاشتاج اكبر قلعه رياضيه في مصر الذي اطلقه الزمالك. اولا الاهلي فوق الجميع ده يعني انت مش عاجبك بقى اكبر قلعه رياضيه اللي هي منطوقا صح ولفظيا صح. تمام، الاهلي فوق الجميع ده اولا ده شعار نازي. ماشي، كان هناك شعار في الدوله النازيه اسمه المانيا فوق الجميع، والشعار ده بسقوط دوله مش هنقول اسم الراجل يعني انتوا عارفين انا اقصد مين طبعا. تمام، بمجرد سقوط دولته تمام تم الغاء هذا الشعار تماما. تمام، ليه؟ لانه شعار نازي. انت عارف ايه مبادئ النازيه ولا مش عارف؟ ممكن اكلمك، ممكن نقلب القصه دلوقتي سياسه وندي بعض محاضرات سياسيه مع بعض دلوقتي. كان هناك ايمان نازي بيقول ان احنا الجنس بتاعنا غير كل الاجناس. يعني المواطن الالماني تمام كده ربنا اصطفاه وكرمه دون بقيه البشر. ماشي، ان المواطن الالماني لابد ان هو يميز. كان هناك مثلا في اقليات من
دول اخرى كانت بتكون مضطهده. فكره الاهلي فوق الجميع، الجميع ده اللي هو مين؟ الجميع ده هل هو الدوله المصريه؟ هل هو المنافسين؟ هل هو مين؟ تمام. انت بقى مش عاجبك اكبر قلعه رياضيه في مصر؟ تعالى بقى نتناقش في الشعار بتاعك. هو شعار نازي تماما. تمام. وانا لو ربنا مثلا اراد وكنت متواجد حتى على الهواء، انا لن اخجل ان انا اقول الكلام زي ده، والكلام ده كل الناس تعلمه يعني. ماشي. ففكره الاهلي فوق الجميع، من هم الجميع؟ قبل كده طلع مش عارف عادل القية وضح وقال لك ايه، الجميع يعني هم منتسبيه اي بقى هبد في اي كلام في البتاع. ما تقول يا عم الاهلي فوق جميع منتسبيه، او جميع مشجعيه، او جميع محبيه. انما الاهلي فوق الجميع وتسكت كده. والالف ولام تعريف اللي في كلمه الجميع دي بتفيد التعميم. تمام. بتفيد التعميم. ماشي. فلو عايزين نتكلم سياسه نتكلم سياسه، بس يعني احنا مش عاوزين نخرج عن المحتوى الرياضي. فارجوكم تخلي بالكم من الالقاب اللي بتطلقوها على نفسكم قبل ما تحاسب غيرك على القاب بيحب يطلقها على نفسه. يقول لك عقب مباراه كاس السوبر الافريقي رايت تصريحات تحتوي على مبالغه. وصلني تصريح حسين لبيب رئيس الزمالك مكتوب فيه ان الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، من يقول غير ذلك لا يفهم وسنستبعده عن الوسط الرياضي. واولا بيقول لك رايت مبالغات، يعني من هو الذي يحدد المبالغات؟ هل حضرتك مثلا معاك جهاز المبالغوميتر؟ يعني احنا بنجيب التصريح نحطه في جهاز المبالغوميتر نلاقي المؤشر ايه ده؟ لا ده في هنا مبالغه. او ندخل تصريح تاني، لا ده المؤشر بتاع المبالغوميتر مثلا نازل. تمام. انت مين؟ انت مين اصلا عشان تقول ان التصريح ده فيه مبالغه او ما فيهوش؟ انت مين؟ انت ولا حاجه. انت فاهمني؟ انت ولا حاجه. انت ما تتكلمش على نادي خصم او رئيس نادي خصم. تمام. وبعدين ما اسموش حسين لبيب، اسمه كابتن حسين لبيب. تمام. رئيس نادي الزمالك. تمام. وهنا الاحترام للتايتل مش للشخص. تمام. احنا باتباع طبعا تبعيه بنحترم كابتن حسين، لكن احنا بنحترم التايتل اكتر ما بنحترم الكابتن حسين. احنا بنحترم من يشغل رئيس منصب نادي الزمالك. تمام كده. فانت مين عشان تقول فيه مبالغه او ما فيش؟ خليك في حالك، خليك في كوزك، خليك في ناصر اللي هاج عليك. ما تهجش علينا، ما تشغلش مخك علينا. روح حل مشاكلك مع ناصر، ما تحلش مشاكلك معانا. بيقول لك اعتقدت ان النصف الثاني من التصريح مبالغ فيه، حيث وصلني تصريح من ناصر منسي يقول ان هدفه اغلى من هدف محمد مجدي قفشه، وانه افضل من هالاند وليفاندوفسكي، واعتقد انه لم يقل ذلك. طيب ولما هو لم يقل ذلك انت بتقول لي الكلام ده؟ تمام. بقيت احس ان معظم المسؤولين عاوزين يطلعوا في اللقاءات يجيبوا ترندات. هو عاوز يعمل نسب مشاهده وعاوز الناس تطلع تتكلم عليه، وانا هنا اتكلم عليه وغيري يتكلم عليه وبوستات على السوشيال ويجيب مشاهدات ويجيب ارباح ويجيب مش عارف ايه. تقول كلام في محله يا تقول حله وحله. هو ايه؟ هو اصلا بيقول لك انا افضل من هالاند وليفاندوفسكي. هو اولا هو ما قالش الكلام ده، ثانيا هو حر. هو حر. هو هالاند هاج عليك؟ لا، ناصر هو اللي هاج عليك. طب ليفاندوفسكي هاج عليك؟ لا، ناصر هو اللي هاج عليك. ماشي. فانت زعلان ليه؟ بيقول لك ايه؟ ناصر منسي يقول ان هدفه اغلى من هدف محمد مجدي قفشه. طب ايه المشكله؟ طب ما هو اغلى منه فعلا. في نظرنا احنا كزملكاويه ان هو اغلى منه فعلا. ايه الازمه؟ انت مالك؟ انت بتقيم ليه؟ يعني كف عن التقييمات، خليك في نتيجه. بيقول لك الاهلي عالج ازمه القندوسي. قصه القندوسي دي بقى يعني والله دي بقى محتاجه قصه كبيره قوي ومحتاجه شرح عريض، بس علشان الفيديو ما يطولش معانا. الاهلي وقع في خطا جسيم لما طلع بيان ان هو بيرغب في بيع القندوسي او كذا او كذا، والاهلي يعرض القندوسي للبيع. ماشي. الكلام ده اولا لائحيا غلط، والكلام ده يدين الاهلي، لان اللاعب مش عبد، مش قطعه اساس. يعني انا ما ينفعش انزل على ويب سايت مثلا اقول ايه انا ممكن انزل ان انا ببيع الانتريه بتاعي، ماشي، ببيع اللابتوب بتاعي، ببيع التلفزيون بتاعي على ويب سايت، لكن ما ينفعش مثلا اقول ايه انا ببيع ابني او ببيع اخويا او ببيع جاري. تمام. ليه؟ لان احنا مش بنبيع قطعه اساس، احنا مش بنبيع عبيد، احنا مش في سوق الرقيق. تمام يا عم يا مفتح اللي بيقول لك الاهلي تعامل مع الازمه بصفه مثاليه. طب تعالى بقى وانا اقول لك فين الصفه المثاليه. ماشي. هو رغبه اللاعب في البيع مهمه ولا مش مهمه؟ يعني خلينا ادي لك مثال توضيحي. فاكرين الواد عدلان بتاع اليد؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ فاكرينه كلنا اعتقد، صح؟ الولد ده ايه اللي حصل؟ ناديه اللي هو طلائع الجيش باعه للاهلي ووقع العقود
وادى المخالصه للاهلي او السجنه الخاصه للاهلي وقبض الفلوس. طب الواد راح؟ لا ما راح. ليه؟ عشان رغبه اللاعب كافيه ان هي تبوظ اي صفقه. فلما حضرتك يا فالح تطلع تقول لي الاهلي يعرض القندوسي للبيع، هو انت بتعرض قطعه اساس للبيع؟ الولد القندوسي ده لو راجل، لو جدع ورفع لهم دعوه بهذا البيان فقط، البيان طبعا اللي موجود على الموقع الرسمي للنادي، ماشي، الاهلي وقع عليه عقوبه. الواد ده لو راجل يعمل كده. وبعدين انا قريت النهارده خبر ما اعرفش مدى دقته، ان وكيل اللاعب بيتكلم ان هم فعلا هيمشي في قصه اجراءات. هو الاهلي ما يقدرش يبيع اللاعب، ما يقدرش يبيع اللاعب دون رغبه اللاعب. ثانيا هذا اللاعب اصلا معارا الى سيراميكا، يعني هو السنه دي هو ملك النادي سيراميكا، تمام؟ فالاهلي برده ما يتحكمش فيه، هو مش بتاعه ولا من حقه ان هو يجيبه ولا يمتثل لتحقيقات وخلافه، تمام؟ ادي المفتح اللي مدقدق اللي بيقول لك احنا اتعاملنا مع الموقف بمثاليه. الواد القندوسي ده لو راجل يروح يقضيهم على البيان اللي نزل ده، وانا هو وانت هو والايام ما بيننا، وانا بقى في اللوائح بقى ما عنديش ايام مرحمين يعني زي ما بيقولوا، لو ما وقعش عليهم غرامه ولا عقوبه اعتزل انا الميديا خالص. انتوا يا جماعه بجد ناس مش فاهمه حاجه، مش فاهمه لوائح ولا فاهمه بتاع، طلع تهبد وخلاص. نختم تصريحاتنا بقى، نختم كلامنا بتصريحات الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. بيقول لك قدمنا طلبا رسميا بتاخير مباراتنا امام بيراميدز في السوبر المصري لمده ساعه لاسباب تسويقيه ولاسباب اخرى تتعلق بحراره الطقس في الامارات، ولم نتلقى ردا حتى الان. طبعا ده من حق نادي الزمالك ان هو يعترض طالما الامور الطقسيه مش ملائمه. برضو انا مش قادر افهم بصراحه ليه اللجنه المنظمه حطت المباراه الساعه 4، يعني ايه المغزى ان انا اخليها الساعه 4؟ ممكن مثلا كنت اخليها الساعه 6 والمباراه الاخرى الساعه 9 مثلا، او واحده الساعه 7 وواحده الساعه 10. لكن الساعه 4 دي مين ممكن يتفرج عليها؟ طب هل درجه الحراره تكون مناسبه؟ على كلام الاستاذ احمد بيقول لك مش مناسبه، تمام؟ وفي كمان اغراض تسويقيه وخلافه، الكلام صح، تمام؟ الزمالك يا جماعه لو تقيل عليكم في البطوله دي احنا ممكن ننسحب عادي، يعني احنا ممكن ننسحب منها عادي، ماشي؟ لكن لو مش هنتعامل بالطريقه المثلى فاحنا مش هنروح احسن، احنا مش هنروح احسن، تمام؟ لكن ما نروحش هناك ويتم معاملتنا معامله مغايره لانديه اخرى. واخيرا ختم تصريحاته بيقول لك اوفي ايجاره او اوفي ايجاريا، بقى انا عاوز اعتذر عن الاسم صحيح لان هو اسمه اوفي ايجاريا واحنا بقى من امبارح عمالين اوفي ايجاره، تمام؟ لن يخضع لمعايشه في الزمالك، لكننا نريد فقط الاطمئنان على حالاته البدنيه والفنيه اولا قبل اتخاذ قرار جماعي سواء بضمه او لا، والقرار سيكون مشتركا بين جوميز ولجنه الكره. هنا ده تصريح ذكي. ما ينفعش مسؤول رسمي يطلع يقول لك احنا هنحط لاعب تحت الاختبار، احنا هنحطه في فتره معايشه. الكلام ده مش صح. فتره المعايشه دي المفروض يبقى لها عقد وبيدفع عليها فلوس. انت معايا؟ يعني في لعيبه بتروح تقضي فترات معايشه عادي، بس بيبقى معمول لها عقد وفلوس بقيم زهيده. فما ينفعش مسؤول يطلع يقول لك احنا هنجيب الواد ده ونجربه ونتفرج عليه ونعمل ونخلي. ده معناه ان انت برضو دي سياسه العبيد اللي اتكلمنا فيها من شويه، ان انت جايب واحد بتتفرج عليه وبعدين بتقوم لا يا ابني انت مش لازمنا، اتكل على الله. ماشي؟ كلام المسؤول لازم يبقى بالصيغه اللي قالها احمد سالم دي. لكن انا ما اعلمه ان لا، الولد في فتره اختبار في نادي الزمالك، واللاعب على فكره بالمناسبه تجاوز الكشف الطبي، يعني ناقص امور بسيطه، يقول لك مش عارف اشعه على الظهر او حاجه زي كده. دي حاجات بقى متقدمه، يعني بتحتاج ان انت تكون صايم عدد ساعات معينه وتكون مش عارف ايه، حاجات متطوره، بس يعني كشوفات دقيقه جدا سياخد عليها هذا اللاعب. اللاعب تم توقيع عليه كشف العظام اول امبارح وتجاوزه، امبارح تم توقيع عليه كشف البطنه، القلب بقى والرئه والمريء والكلام والكبد والكلام ده غالبا ما بيبقاش في حاجه، عينات الدم وكلام من ده. ناقص له بقى حاجات صغيره قوي اللي هي المتقدمه بقى، مش عارف اشعه الرنين المغناطيسي واشعه مش عارف ايه والصبغه واشعه ايه، يعني مش عاوز ادخلكم في الدايلما دي، بس هو ناقص تفاصيل دقيقه جدا عن اجتياز الكشف الطبي كاملا. واللاعب النهارده لعب مباراه وديه، انا ما اتفرجتش عليها في الحقيقه، بس الناس مستبشره فيه خيرا. وانا زي ما قلت لحضرتك انا اللاعب ده مش قلقان منه فنيا، اللاعب ده جامد، يعني من غير ما اتفرج عليه من غير اي حاجه هو ده جامد، ماشي؟ انا كنت قلقان من حته بس اللياقه البدنيه والجاهزيه الطبيه، تمام؟ وحته الامور السلوكيه، يعني اللي هي الامور التي بره الملعب. لكن في المستطيل الاخضر، يعني في المره اللي هلاقيه جوميز حطه في التشكيل الاساسي، لا انا هبقى واثق ان هذا اللاعب سيؤدي اداء عظيما داخل الملعب. لكن يهمني الامور التي بره الملعب بنفس حجم داخل الملعب. انا طولت جدا عليكم النهارده، كان الموضوع اشبه بدردشه. بكرر شكري مره اخرى على الفيديو العظيم بتاع امبارح.
شكرا جزيلا لوقت حضراتكم ولحسن استماعكم ومشاهدتكم. لا تذهبوا بعيدا وشكرا جزيلا. سلام.